فيلمنا بيبدأ بمدرسة بتقول درجات الطلاب في الامتحان، وبيكون من الطلاب دول بطلنا إيشان، وبتكون درجاته أقل درجات في الفصل، وبيكون جايب 3 من 25. وفي مادة تانية المدرسة برضو بتقول الدرجات، وبيكون جايب 2 من 25. وبنفهم إن إيشان مستواه الدراسي في النازل خالص. بيظهر إيشان وهو بيراقب سمك في بحيرة، وبيمسك سمكة منهم وبيشيلها، وقبل ما بيمسك غيرها بيقفشوا مشرف الباص علشان ما يتأخروش زي كل يوم. وبيوصل إيشان البيت وبيلعب مع كلبين، وبيرمي لهم ورق امتحاناته، وبيدخل بعد كده البيت وبيحط السمكة الصغيرة مع اخواتها اللي بيصطادهم كل يوم. وبيروح بعد كده ياكل ساندوتش مامته مجهزاه، وبتطلب منه يروح يغسل ايديه الاول، وبيحط الساندوتش في بقه وبيروح يغسل ايديه. وبنشوفه قاعد في اوضته وبتساله امه عن درجاته في الامتحان، لكنه بيتجاهلها. وبيوصل اخوه الكبير يوهان، وبيكون عكس ايشان، بيكون منظم ومقفل الامتحانات في المواد. إيشان بيسمعه وهو مبتسم، لكن بيسمع صوت الكلاب عادي وبيخرج لهم، وبيلاقي عيال بتلعب بالكورة وحدفوها له وطلبوا منه يحدفها لهم، لكن بيحدفها في مكان بعيد. فبيتعصب عليه ولد من اللي واقفين وبيقول له يروح يجيبها، ولما بيقاوح إيشان بيوقعوه على الأرض وبيعوروه، لكن بيهرب منهم وبيجري على السطح. وفي الطريق بيكسر النباتات اللي قدام بيت الطفل ده لحد ما بتقع طيارة ورق عليه، وبياخدها وبيتسلى بيها. ولما بيرجع البيت بنلاقي أم الطفل اللي ضربه في البيت عندهم وبتشتكي لأبوه، وبيضرب إيشان أول ما بيوصل، وبيتبلى الطفل على إيشان، وبيهجم إيشان على الولد، وبيحشوهم عن بعض، وبتهددهم أم الطفل إنها هتبلغ الشرطة. وبيتعصب أبو إيشان بسبب المشاكل اللي بيعملها في كل حتة بيروحها، وبيقول له لو ما بطلش يعمل مشاكل هيوديه مدرسة داخلية. وبيحاول أخوه يدافع عنه، وبتاخده أمه عشان ياخد دش وتطهر له جروحه. وفي نفس الوقت والد إيشان بيجهز شنطته وبيخاف نيشان، وبيسأله هيروح فين، وأبوه بيخدعه وبيقوله إنه هيطفش بسبب عمايله. بيعيط إيشان وبيعتذر له وقال له إنه مش هيعمل كده تاني. فمامته بتقول له ما تقلقش، ده مسافر يومين للشغل وراجع تاني. وبيصحى يوهان بشكل منظم، وبيفطر وبيخلص كل اللي وراه وبيروح المدرسة، على عكس إيشان اللي بيصحى بكسل وبيكون هيشل مامته بسبب البطء بتاعه، وبينشغل باللعب وتخيل حاجات، وبيجي باص المدرسة قبل ما مامته تلبسه وبيلحقه بالعافية. وبيوصل للمدرسة وبيعاقب المدير لأن جزمته ما كانتش نظيفة، وفي الفصل بيكون مش منتبه، وده بيخلي المدرسة تقومه تسأله، لكنه ما بيكونش عارف يقرأ لأنه بيكون شايف الحروف بترقص. وبتطرده المدرسة بره الفصل، وبيفضل يرقص ويقلد أصوات حيوانات، وبيجي يشوفوا طلاب فصل تاني وبيتنمروا عليه لأنه على طول معاقب. وبتخرج المدرسة من الفصل وبتقوله تقدر تدخل لأن حصتي خلاص خلصت. بيسأله زميله لو جاب ورق الامتحان وعليه توقيع باباه، لكنه بيتريق عليه لما يعرف انه ما جابهوش هو وباقي زمايله. بيخرج إيشان من المدرسة وهو بيستمتع وشغوف بكل حاجة حواليه، وركب باص المدرسة ورجع للبيت. وبنشوف إيشان وهو بيدمج الألوان بشكل حلو جدا، وبيشجع يوهان وبيمدحه. على النقيض بيستفز مامته وهي بتذاكر له، وفي الأوضة بيقول لأخوه يزور له عذر غياب لأنه مشي لوحده فجأة من المدرسة النهاردة. رفض يوهان في الأول لكن بعد كده وافق. تاني يوم بيقدم إيشان العذر للمدرسة وبتقتنع بيه، وبتفاجئ المدرسة الطلبة بامتحان مفاجئ. وأول ما بيمسك إيشان القلم ويقرأ أول سؤال بيبدأ يتخيل الأرقام بترقص قدامه، وبيتخيل إنه في الفضاء لتنفيذ مهمته، وهي إنه ياخد كوكب الأرض اللي هو رقم 3 ويضربه في كوكب بلوتو اللي هو رقم 9، ولما بيضربهم في بعض بينفجر بلوتو وبيبقى الناتج 3. وبيخلص وقت الامتحان وهو لسه في السؤال الأول، ولما بيسأله صاحبه عملت ايه في الامتحان رد إيشان وقال له ده كان تافه جدا. ولما بيرجع البيت بيلاقي باباه رجع البيت وبيسلم عليه وبيحضنه، لكن بالصدفة بيكتشف الأب العذر المزيف. ولما بيسأل مراته بتقوله إنها ما تعرفش عنه حاجة، وهنا بيندهوا على إيشان علشان يعرفوا مين اللي عمل له العذر، لكنه بيرفض يقول، وده اللي بيخلي باباه يضربه. ومن سوء حظ إيشان المديرة بتعمله استدعاء ولي أمر، وهناك المدرسات بيقولوا لبابا ومامته كل حاجة، وكمان درجات الامتحان اللي خباها عنهم. والمديرة قالت لهم إنه كده بقاله 2 سنين، وفي السنة دي لو فضل في المستوى ده هتضطر ترفضه، وبتنصحهم يروح مدرسة متخصصة لتعليم الأطفال اللي زيه. وبيروح إيشان مع أهله وبيكون متضايق من اللي المديرة قالته عليه، وبيكون باباه متعصب جدا، ومامته قاعدة تعيط لأنها ضحت بوظيفتها علشان تربي ولادها وتخلي بالها منهم. وهنا
قرر أبو إيشان يعمل اتصالاته ويقدم لابنه في مدرسة داخلي، وبيحاول إيشان يقنع أبوه إنه هيبقى كويس بس يفضل جنبهم، بس بيرفض أبوه وبيصمم يوديه المدرسة. وبنشوف إيشان ليلتها وهو بيشوف كابوس وهو بيتحايل على مامته تقنع أبوه إنه ما يروحش المدرسة، لكن ما بتقدرش تعمل حاجة. وبنشوف جيران إيشان الأطفال وهم بيتريقوا عليه علشان هيروح المدرسة دي، وبالفعل بتروح عائلة إيشان مع المدرسة، وبيكلم المدير إيشان بعنف وشدة وبيأمره بالانضباط، وعيلته بتمشي وتسيبه وبتعيط أمه وبيحزن أخوه، لكن أبوه بيبان إنه مش متأثر، وبيفضل إيشان واقف مكانه وشايف العربية وهي ماشية وهو بيعيط، وبيزعق له المدير علشان يدخل أوضته مع زمايله. ولما بتروح أمه بتدخل أوضته وبتفتح كتبه وهي بتعيط. تاني يوم في الفصل بيطلب منه المدرس يقعد جنب أشطر ولد في الفصل وهو رجان، ويطلب المدرس من رجان يقرأ الدرس، وبعد كده طلب من إيشان يشرح اللي رجان قراه، لكن إيشان بيقول أي كلام، فبيتريق عليه المدرس وبيقوم طفل تاني هو اللي يقرأ، وده بيضايق إيشان جدا وحاسس إن المدرسة عادية يعني. وبعد الحصة رجان بيقول لإيشان إن شرحه كان حلو جدا وبينصحه يعمل بكلام المدرس علشان يسلم من لسانه. وبيسأل إيشان صاحبه رجان هو ليه أهله جابوه المدرسة هنا مع إنه أشطر. قال له رجان إن المدرسة دي مش للعقاب وبس، وإنها مدرسة عادية زي غيرها، وسبب وجوده هنا إن أبوه شغال فيها مدرس وهو عايش مع أهله في سكن العاملين. وبتيجي حصة الرسم وبيكون إيشان مشغول في عصفورة بتأكل عصافيرها الصغيرين، وبيلاحظ المدرس انشغال إيشان وبيرسم نقطة على السبورة وبيسأله عن مكانها، ولما ما بيعرفش مكانها بيضربوا المدرس على مفاصل إيده علشان ما يسرحش تاني. وفي حصة التربية الرياضية بيطردوا المدرس لأنه مش بيمشي بانتظام زي صاحبه. وفي حصة الإنجليزي بيبقى قاعد مش فاهم حاجة خالص وبيحس إنه في دوامة وإنه غبي ومش عارف يعمل إيه، وبيفضل الحال كده مع كل المدرسين وكلهم بيلوموه وما بيبقاش عارف يعمل إيه، وبيدخل في حالة نفسية وحشة جدا وبيرمي كتبه وبتبلغ المدرسة أهله باللي عمله، وبيروح يقضوا معاه يوم كامل لكنه بيرفض يقعد معاهم وبيجري وهو بيعيط، لكن بابا بياخد إذن من المدير علشان ياخد إيشان يوم يبات معاهم في الفندق وبيوافق. وهناك أخوه بيقدم له علبة ألوان هدية، لكن إيشان ما بيهتمش وبيكون فقد الشغف في كل حاجة، حتى الكلام ما بقاش بينطق، وبينام الليلة دي في حضن أمه اللي بتهديه كل شوية لأنه بينتفض. بيرجع إيشان لمدرسته تاني وبيقف على سور المدرسة العالي، وأول ما رجان صاحبه بيشوفه بيتخض وبيبقى عايز يلحقه، لكن علشان إصابة رجليه مش بيعرف وبيقع على الأرض، وبينزل إيشان يلحقه ويقومه. ورجان أقنع إيشان إنه يروح معاه حصة الرسم، خصوصا إن المدرس القديم سافر وجابوا مدرس جديد، وبيروحوا على الفصل وبيتفاجأ الطلاب بدخول المدرس الجديد اللي بيكون لابس مهرج وبيلعب مع الأطفال وبيتصرف كأنه واحد منهم، وكل التلاميذ بتتفاعل معاه إلا إيشان. وبيوزع المدرس الجديد واللي اسمه رام ورقة بيرسموا فيها من مخيلتهم وكلهم بيرسموا إلا إيشان، ومع ذلك بيطمن رام إيشان وقال له خد وقتك براحتك، وبيتابع المدرس باقي الطلاب. ولما بيرجع لإيشان بيلاقي ورقته بيضة زي ما هي وبيسأله عن السبب، لكن إيشان بيفضل ساكت خالص ومش بيرضى حتى يقول اسمه، وبيعرف اسمه من رجان صاحبه. وبيروح إيشان لمكان النوم وبيلاقي أمه بتكلمه وبتقوله إنهم مش هيقدروا يقولوا الأجازة دي لأن أخوه عنده مباراة ولازم يبقوا معاه وإنه متوتر، وبيفضل إيشان ساكت ومش بيرد عليها. تاني يوم بينتقد المدرسين رام لأن دايما في حصته في دوشة ولعب، وده ما بيلاقش أبدا بالمدرسة وأهدافها، لكنه مش بيهتم وبيخرج من الأوضة وبيلاقي إيشان قاعد بره الفصل على الأرض لأنه متعاقب، ولما بيحاول يتكلم معاه بيتعصب إيشان جامد وبيسيبه رام وبيمشي. ولما بيجي وقت البريك بيسأل رام رجان على إيشان وحكاله ظروف إيشان وقال له إنه لسه جاي المدرسة جديد وإنه ملهوش في القراية والكتابة، وده اللي بيخلي رام يروح يدور على دفاتر إيشان علشان يعرف مشكلته إيه. وتاني يوم بيكون رام في دار لرعاية ذوي الاحتياجات، ولما بيفتكر إيشان بيتأثر جدا، وما بتسأله زميلة ليه بيقول لها إنه شايف نفسه هو صغير في إيشان وإنه خايف جدا عليه، وبعدها بيساعد الأطفال في الدار علشان يقدموا العرض بتاعهم. ويوم مباراة يوهان بيخسر فريقه بسبب عدم تركيزه، وفي نفس الوقت بيكون إيشان لوحده في المدرسة، وبيروح رام لبيت إيشان وبيتصدم لما بيشوف رسوماته اللي على الحيطة، خصوصا إنه فاكر إنه ما بيعرفش يرسم، وبيلوم أبوه إنه بعده عنه، لكن أبو إيشان بيصمم إنه صح وده الحل الأنسب لإيشان لأن مستواه بدأ يتحسن، فبيسأله رام عن سبب اللي إيشان فيه،
لكن مش بيلاقي رد، وبيبص في دفاتر إيشان وبيبص على نمط غلطاته، وهو إنه بيواجه مشكلة في كتابة الحروف. لكن والد إيشان ما بيقتنعش، ولما رام جاب لأبو إيشان كلمة صينية وما بيعرفش يقراها بيحس إحساس ابنه، وقال له إنه عنده مرض بيخلي تصرفاته مش منتظمة، وبيعوض ده في الشقاوة. ولما الأم بتسأله ده سببه إيه، قال لها إنه عنده اضطراب في الخلايا العصبية بتخليه يتصرف كده. وبيتعصب الأب جدا وبيقول له إن ابنه مش غبي علشان يقول كده. وبنشوف رام وهو بيحكي لزميلته عن موقف الأب وإنه متعصب جدا منه. وبنروح للأم وهي بتتفرج على فيديوهات لإيشان وهو صغير لحد عمره الحالي. وفي المدرسة بتكون حصة رام اللي بيحكي للطلاب ومنهم إيشان إن في مشاهير كان عندهم اضطراب تمييز الأرقام والحروف، ومنهم دافنشي الرسام المعروف. وبيهتم إيشان لأول مرة للكلام وبيشارك في الحصة، وقال لهم المعلم إن الحصة هتكون في مكان طبيعي، وبيطلب منهم ينزلوا تحت. وهم نازلين ندى رام على إيشان وقال له إن في حد كمان عنده نفس الحالة وهو رام، وإنه كان زي إيشان وهو صغير، وبرضه أهله كانوا فاكرينه غبي وكانوا بيعاملوه وحش. وبيكملوا الحصة بره وكل واحد بيخترع حاجة من الطبيعة. وبيخترع إيشان طيارة وبتقدر تمشي في المية، وبينبهر رام والطلاب بيه وبيسقفوا له. وبيروح رام للمدير وبيطلب منه يدي فرصة لإيشان ووراله رسوماته وإنه فعلا موهوب. اقتنع المدير بالكلام ده، وبدأ رام مع إيشان من الصفر، وبدأ يعلمه الحروف، وبدأ مستواه في القراية والحساب يتحسن، وكمان خطه ابتدى يتحسن وبقى بيكتب أحسن بكتير. وبنشوف رام وهو بيقنع المدير إنهم يعملوا مسابقة رسم يشارك فيها كل اللي في المدرسة حتى المدرسين علشان يحددوا مين الأفضل. وبنشوف أبو إيشان بيعدي على رام قبل ما يروح لإيشان وبلغه إنه مهتم بحالة ابنه المرضية، ونصحه إنه يحب ابنه ويدعمه. وبيتأثر الأب بكلام رام، ولما بيخرج بيشوف ابنه بيحاول يقرأ اليافطة وبيعيط الأب، وبيمشي من غير ما إيشان يشوفه. وبتتغير تصرفات إيشان للأحسن وبيكون منظم، ده كمان بقى بيعرف يربط رباط الجزمة. وبيجي يوم المسابقة وبيتجمع الطلاب والمدرسين في مكان مفتوح، وبيكون يوم مبهج والناس فيه مبسوطة. وبيكون رام رسم رسومات كاريكاتيرية مضحكة. ولما بتسأله زميلته عن إيشان بيكتشف إنه مش لاقيه، ولما سأل رجان عنه قاله إنه صحي الصبح لبس ومشي. وبيقدم رام المدرسة بتاعته وإنها عملت معاه زي ما عمل إيشان بالظبط، وإنها دعمته وشجعته. وبيظهر إيشان وبيجيب له رام بسرعة ورقة علشان يبدأ المسابقة، وبيبدأ يرسم كل الموجودين حتى المدرسين المعقدين، وبيكون رسمهم وحش جدا. وكل اللي بيخلص لوحته بيقول إنه خلص. ولما بيخلص إيشان بينبهر رام برسمته لأنها بتعبر عنه، وإيشان بيتفاجئ إنه رام رسم صورته وبيتأثر جدا. وبتخلص المسابقة وبيتريق المدير على رسم المدرسين، وبيعلن إن رام هيبقى مدرس دائم مش مؤقت. وبيجي وقت إعلان الفائز، وبيعلن المدير إن إيشان هو اللي فاز، اللي بيكون مكسوف جدا، لكنه بياخد رام وبيخليه يروح يستلم جايزته. وبيترمي بعد كده في حضن رام، وبيقرروا يطبعوا الصورتين الفايزين على كتاب الثانوية. ولما بيخلص الفصل الدراسي بيجي أولياء الأمور علشان يشوفوا مستوى أولادهم، وكمان علشان ياخدوهم يقضوا الأجازة. وبيكون كل المدرسين بيشكروا في مستوى إيشان وإنه اتحسن في كل المواد، حتى سلوكه اتحسن، والفضل كله الرام. وبيبكي الأب والأم وهما بيشكروا رام، وبيجي إيشان عشان يسلم عليه قبل ما يمشي. ولما بيروح إيشان العربية بيرجع تاني الرام، وبيفضل يحدفوا في الهوا ويلعبوا سوا وبيكونوا مبسوطين. وبكده يكون فيلمنا خلص.